السلام عليكم. معكم عبد الرحمن من قناة باكو. في هذا الفيديو راح أوضح لكم كيف قدرت أنحف تقريبا 40 كيلو. أكبر مشكلة كنت أعاني منها هي الملابس، صعب مرة تلقى شيء مناسب. بالنسبة للخطوات اللي أنا سويتها تقريبا أغلبها سهلة. تستبدل أي شيء مقلي بمسلوق، بيض، بطاط، دجاج، أي شيء مقلي تحوله مسلوق. ثانيا تحاول تمشي 20 دقيقة، لا تحاول انك تزود اكثر من 20 دقيقة لانك راح تمل، واذا مليت راح توقف. ثالثا تحاول تبعد من الرز والخبز. اهم شيء اللي هو سكر فمك، لا تقول راح اكل واتمرن او اكل واشرب شاي اخضر، ما راح تفيدك ابدا ابدا، لان احيانا حتشوف وزنك نقص واحيانا وزنك زاد، احيانا ما في تغير، فراح تمل وتنفس وتوقف. اكبر مثال لاعب دييغو كوستا ولويس سواريز. احيانا تشوف اللاعب فيه متن، تلاحظ انه متين شوي، تستغرب انت كيف هذا متين، وهذا هو يتمرن صباح، تمارين صباحية وتمارين مسائية وغير اللي يركضوا في الملعب. واهم شيء واخر شيء انه تقيس نتائجك بعد شهر، كل شهر تقيس نتيجة، مو كل اسبوع. كل اسبوع راح تتحطم، حتشوف ما في فرق، حتشوف او بعض الناس تقيس كل يوم، هذا اكبر خطأ، راح توقف اذا قست كل يوم. افضل شيء انك تقيس كل شهر، كل شهر ايش تغير، كل شهر انا زدت، انا نقصت، كل شهر حتشوف النتيجة افضل منك كل اسبوع عشان ما تتحطم. واهم شيء اللي هو تسكر فمك، تقلل اكل، تقلل مشروبات غازية. مستحيل تبعد من مشروبات غازية لكن تقدر تقللها. وكذا يكون انتهينا من المقطع، ان شاء الله اكون افدت. اهم شيء لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب. سلام.